أسس بالعربي. مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في كورس البودي بيلدينج المقدم من ICC بالعربي يونت 14 الريكفري. الريكفري جزء مهم جدا من حياتك كمدرب كمال اجسام وكلاعب كمال اجسام. يعني من الاخر اوعى تفتكر ان الساعات التمرين وبنشيل اوزان وان هي دي الفترة اللي بتتضخم فيها العضلات او بتزيد فيها العضلات او بتنمو. بالعكس دي مرحلة هدم. بدون الريكفري مفيش تطور ولا تقدم للعضلات بتاعتي. ايه هو الريكفري وازاي اقدر اعمله؟ طبعا الريكفري بيتحقق بحاجات كتير قوي. بيتحقق بالنوم، بيتحقق بالمساج، بيتحقق بالدش السخن او الدش الساقع، بيتحقق بالفوم رولينج، بيتحقق بالسبلمنتيشن، بيتحقق بطريقة الاكل بتاعك، لانه مهم جدا لتعويض حجم خسارة التمرين او التلف العضلي ان انا اعوضه بحجم اكبر للمغذيات اللي هو الجسم بيحتاجها. وبدون ريكفري عمرك ما هتحصل على مكاسب عضلية ولا ضخامة عضلية ولا تطور عضلي. اذا كان عندك المشكلة دي وبتتفرج علينا يبقى انت عندك مشكلة في عملية الريكفري. الريكفري مش كده وبس، بالاضافة الى ديلود بتاع التمرين لوحده ريكفري. هنرد على اغلب الاسئلة. هل النوم 8 ساعات ولا 6 ساعات كفاية؟ طب انام الصبح ولا انام بالليل؟ طب اتمرن الصبح ولا اتمرن بالليل؟ طب لو نمت متقطع هل ده كفاية لافراز هرمون الجي اتش جروث هرمون عشان النمو؟ طب هل الدش السخن احسن ولا الدش الساقع؟ طب الساونا اقعد مدة قد ايه؟ طب ليميتيشن امتى اخد الكازين كبروتين وامتى اخد واي بروتين؟ امتى استخدم البي سي اي دبليو اي؟ امتى استخدم مكملاتي عشان اوصل لدرجة ريكفري صح؟ وكم مرة اروح للمساج في الاسبوع؟ هل في الشهر كم مرة؟ هنشوف كل حاجة بالتفصيل مع بعض. الناس المهتمة بكمال الاجسام يلا بينا نبدأ الحلقة. فانا الناس اللي مش تاخد ريكفري كويس عمر ما يحصل لها تطور في الحجم والقوة. ان احنا مهما لعب دي مرحلة هدم للعضلات بدون without اهو proper recovery being applied. الانسر نو، مش هيحصل عمرنا تضخم ولا نمو للعضلات. الريكفري مش بس كده، كمان ده prevent بيمنع العضلات وكيب ذم منهم ايه؟ من breaking down، من تكسر العضلات زي ما بيقول لك وفقدانها. وطبعا بيديها دايما تحفيز الاستمرار في النمو. فاذا كان عندك مشكلة في عند عميل بيتدرب معاك او فيك شخصيا في عملية النمو لازم تتأكد انك بتقوم بعملية الريكفري بشكل صحيح. زي ما قلنا في المقدمة بيقول لك هنا ارنولد شوارزنيجر على سبيل المثال كان بيدرب الماسل جروب بتاعته مرات في الاسبوع، اما روني كولمان كان بيدرب مجموعات العضلة مرتين في الاسبوع، لكن برانشورن بيقول لك مرة واحدة بس في الاسبوع. ان فترات التعافي بتختلف من رياضي لرياضي على حسب المخطط الجيني. الاكتومورف مثلا بياخد فترة كبيرة عشان يزود عضلاته، اما الميسومورف يقدر يكتسب كتلة عضلية بسهولة. الاندومورف ممكن يزيد الدهون بسرعة اكتر من زيادة الايه؟ العضلات. طبعا في عدة فاكتورز اخرى. ان انا العب 25 مجموعة لكل جزء من الجسم هاخد مدة مختلفة غير لما انا العب 10 مجموعات بس لكل جزء من الجسم، فدي طبعا بتختلف. ستريسورز يعني الضغوطات اللي احنا بنتعرض لها. طبعا الاوفر تريننج از نوت جاست تريننج تو، يعني هو مش فكرة مجرد تدريب مكثف واقول انا كده بعمل شغل بقى وبحضر، لا انت كده ممكن تكون بتفرط في أسس بالعربي. This is the most professional master trainer in the Middle East, Coach Ahmed Mega Hype, founder of Oso's Bella Rabi, a movement built to spread real fitness knowledge, helping other trainers learn the right way. Through sane to nutrition, to win